السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحضر مع بعض صابون للمواعين هيطهر ويعقم بحاجة كلنا كنا بنرميها وملهاش أي استخدام عندنا. هنحضر مع بعض صابون للمواعين بقشر اليوسفي وبواقي قشور الليمون. هتغسلي بيها المواعين والرخامات والحوض والبوتاجاز، وده كمان غير انك انت هتعقمي بيها مكان تقطيع اللحوم والفراخ، سواء بقى كانت البلانشة بتاعتك أو الرخامة اللي انت قطعتي عليها. حقيقي رخيص جدًا وهيطلّع لِك كمية كبيرة، وممكن كمان تخفّفيها أو تسيبيها تقيلة زي ما هي، وهنضيف إضافات مميزة جدًا هتقهر الدهون كلّها هنعرفها جوّه الفيديو. وقبل ما نبدأ وصفتنا النهارده ننزل نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة للي لسه مش مشترك، ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من وصفات القناة. هتجمعي كل قشور الليمون والبرتقان واليوسفي وأي برتقاناية بايظة عندك أو يوسفندياية بايظة برضه هتحطيها مع المجموعة كلها، وهننزل عليهم بحوالي كده 2 لتر من المية، أو على الأقل نغطي اليوسفي كله بالمية زي ما احنا شايفين كده، يعني كل القشور عندنا تكون متغطية كلها بالمية. وهنحطها على النار لمدة لا تقل عن ساعة، ساعة إلا ربع بالكتير، لحد ما نحس خلاص إن اليوسفي اتهرى معانا. وهنجيب بقى أول مكون جبار معانا، وده المكون الخرافي اللي هيخلي المواعين بتاعتنا تلمع وهيعقم معانا كل شيء. هنستخدم فيه الصابون السائل اللي احنا هنعمله النهارده. هنجيب صابونتين بلدي زي اللي احنا شايفينهم كده، الصابونة ب5 جنيه، وهنبشرها بنفس الشكل ده كده، أو لو انت عايزة تقطعيها بالسكينة بس البشرة هيكون أسهل لك في الذوبان. كل ما بشرتيها ناعم هتكون أسهل معاكي في إنك انت تدوبيها. هنخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، هيطلعوا كمية حلوة جدا، وهناخدهم بقى في طبق كبير وهننزل بيهم زي ما احنا شايفين بنفس الشكل ده كده واحدة واحدة. وهننزل عليهم بحوالي نص لتر من المية السخنة. لازم المية تكون بتغلي كده يا بنات عشان يكون الذوبان سهل. كل ما كانت المية سخنة وبتغلي ونقلب كويس جدا. طبعا عشان تقلبي بالمعلقة هتاخدي مدة طويلة، يعني تخلي عندك صبر كده كتير عشان هياخد مدة طويلة بالتقليب بالمعلقة. ولو انت مستعجلة زي كده ممكن تجيبي الهاند بلندر وبالراحة خالص كده، هتلاقيه في ثواني اتقلب معاكي وداب جدا، وبقى سايل كده عامل زي الشامبو او البلسم بالظبط. وتفضلي كده تضربي كويس جدا، ولو حسيتي ان الخليط تقيل ممكن تضيفي شوية من المية السخنة لحد ما يبقى الخليط قدامك بنفس الشكل ده كده. اوعي تزهقي ولا تملي ولا تسيبي فيه صابون لسه زي ما هو، لازم تتأكدي ان كله داب بنفس الطريقة. نشوف بقى قشور الليمون واليوسفي والبرتقان اللي انا حطيتها على البوتاجاز في الحلة تقريبا ساعة لحد ما كلها اتهرت بنفس الطريقة كده. شايفين يا بنات انا بمجرد ما اضغط على قشر اليوسفي بيتهري في ايدي. هنزل بقى بالهاند بلندر زي ما احنا شايفين كده، هفرم كل كمية اليوسفي بشكل ناعم جدا، ما ينفعش يكون فيه اي حاجة تخينة. طيب ولو ما عندكيش هاند بلندر هتسيبي خليط الليمون والقشور كلها لما تهدى وتبرد خالص، وعلى الخلاط على طول شوية بشوية بنفس المية ونفس السائل، وتفرميها في الخلاط فرم ناعم جدا علشان مش عايزين فيها أي تكتلات أو أي كلاكيع هتبوظ عندنا الخلطة. شايفين ما شاء الله الصابون اللي احنا فرمناه وقلبناه بالمية السخنة لسه زي ما هو، وكل ما هنسيبه بيتقل زيادة. هنجيب بقى المصفى بتاعتنا وهننزل بخليط اليوسفي والقشور كلها. لازم نصفيه كويس يا بنات. لو المصفى بتاعتك واسعة يبقى تجيبي قماشة خفيفة خالص أو شاشة وتصفي فيها قشور اليوسفي، إنما لو المصفى بتاعتك ضيقة زي اللي عندي كده يبقى صفي فيها وانتي مطمنة إن مش هينزل منها أي تكتلات تبوظ صابون المواعين اللي احنا بنعمله. وهنقلب بقى كويس جدا لغاية ما كل حاجة تختلط مع بعضها، السائل اللي نازل من قشور اليوسفي والبرتقال وعليه كمان الصابون اللي احنا دوبناه في المية السخنة لحد كله ما يبقى سائل واحد. نيجي بقى للمكون الرهيب اللي هيدوب لك كل الدهون وهيدمر لك كل البقع، ملح الليمون. احنا عارفين ان ملح الليمون ده قاهر كمان كل البقع، وبينظف جدا وبيعقم كمان اي حاجة عندنا في المطبخ. هنقلبه بقى كويس جدا مع السائل اللي عندنا لحد ما يدوب تماما. زي ما احنا شايفين كده اول ما حطيناه حسينا برغوة كده، نفضل مكملين في التقليب لحد ما كل ذرات ملح الليمون كلها تدوب. ده تاني مكون معانا يا بنات. نيجي للمكون التالت هو الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. ننزل بمعلقتين او 3 على الخليط بتاعنا، بس نخلي بالنا يا بنات لانه بيفور جدا، فنخلي بالنا عشان ما يفورش ويبهدل الدنيا.
وبعد كده نيجي لآخر مكون معانا هو الصابون السائل. لو عايزة الصابون السائل اللي احنا بنعمله تقيل يبقى حطي كوبايتين كبار، انما لو عايزاه خفيف حطي كوباية واحدة بس. انتي واستخدامك او انتي واستعمالك، لو عايزة تكتري وتوسعي في الكمية حطي كوبايتين كبار، انما لو عايزة انتي صابونك يبقى شوية صغيرين او قليل او تجربي في كمية قليلة يبقى حطي كوباية واحدة بس جربي فيها. شايفين ما شاء الله اللون ولا الريحة؟ بمجرد إن أنا خلطته بنفس الشكل ده كده ريحة المطبخ كلها بقت يوسفي، وما احتاجناش نحط أي معطرات على الصابون بتاعنا. وعشان نجرب الوصفة بتاعتنا ديت جربناها في كوباية إزاز، لأن الإزاز أكتر حاجة بيبان فيه النقاء. وبكده نبقى خلصنا وصفتنا النهاردة، أتمنى إنها تعجبكم وأتمنى إنكم تجربوها. أتمنى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.